السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبتي الغاليات. واش راكم بالله ان شاء الله كيما تكونوا مليح كيما كنتو فيا الغاليات. نمت لكم فطيره البنات. هذه الفطيره درتها لكم بذوق البرجر، تخرج ولا اروع البنات، تخرج بزاف بنينه البنات. ان شاء الله تجربوها وتردوا لي اراكم في التعليقات البنات. نرحب باي ضيف دخل قناتي، نقول لكم البنات مرحبا بكم في قناتكم، وان شاء الله نكون ضيفه خفيفه عليكم البنات. خصمت لكم تخونش منها باش تشوفوا كيفاش خرجت. شوفوا هاي ليك البنات، تخرج مفرمجه، تخرج خفيفه، تخرج ما شاء الله. عجبتكم الوصفه حبيبتي تبعوا معايا لا فيديو بتعرفوا مراحل تحضير الوصفه وفرجه ممتعه. ما تنسوش البنات تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبداو بسم الله في المقادير. هنا نسحقوا في المقادير. عندي كاس حليب دافي، جبت غيسيبيون درت فيه كاس حليب دافي، ملعقه سكر، ملعقه ماشي معمره خميره فوريه، خميره تاع الخبز. نخلط كامل المقادير مع بعض ومن بعد نخلوهم يريحوا حوالي 5 دقائق، ومن بعد نكملو نديرو الفرينه هكذا البنات. نخلطهم بيان، نغلق عليهم ونخليهم يريحوا. بعد ما ريحت لي هذاك الخليط درت ربع كاس زيت، نص ملعقه ملح، وديروا الفرينه حتى تولي لكم عجينه طريه. تحبسوا توجور من ما نقولوش المقادير تاع الفرينه شحال، باش باسكو كل فرينه وكيفاش، كاين فرينه تشرب كاين فرينه ما تشربش. هكذا البنات نبقى ندير في الفرينه حتى توليني عجينه طريه. هذا ما كان عجينه بزاف سهله، تقدري ديريها في بزاف معجنات، اي معجنات تحبي ديريهم، ديري كرواسون ولا ديري دي كورني ولا ديري هذه العجينه بزاف هايله. هكذا البنات تشوفوا تتولي العجينه هكذا عجينه طريه. دركا نغطوها ونخلوها تخمر البنات هكذا. شوفوا نغطيها ونخليها تخمر البنات. اللي لحقتوا لهذه المرحله ما تنسونيش حبيباتي كومونتير شبابي نتوما واللايك للفيديو، واللي ماشي مشتركه في القناه نقول لك حبيبتي اشتركي في القناه باش يلحقك غير جديد ان شاء الله. هنا جبت مقلاة درت فيها الزيت، درت فيها حبه بصل مسكرفجه، انا طحنتها في الاشواغ، ومن بعد نقلو هذاك البصل شويه مع الزيت، ومن بعد البنات تضيفوا له اللحم المفروم. الكميه اللي عندكم ضيفوها البنات. انا هذه كانت عندي هذه الكميه ضفتها، ودوك نضيف لها اللحم المفروم، وتبداو تخلطوا هكذا البنات، تقلوا هذاك اللحم مع البصل، ومن بعد نزيدوا له التوابل هكذا البنات. هذه الفطيره البنات غير تجربوها تخرج بزاف بنينه، انا عجبتني بزاف اشوك فوا نديرها. هذه المره درت 2 خبزات، حبيتكم ميم كي تاكليها ثم انا درت لهم 2 خبزات والله غير كلاو خبزه وبقات لي باسكو ديجا تشبع. درت لها هنايا الملح، فلفل اسود، سكنجبير، ودرت لها العكري، درت لها قليل من العكري. هذا واش درت توابل هكذا، نخليه يطيب. هنا درت فص ثوم، نسيت ما قلت لكمش، هنا درت فص ثوم وخليته. هنا درت العكري وخليته البنات يطيب هكذا، ما يبطالكمش بزاف في الطياب باسكو على بالكم اللحم المفروم ما يبطاش بزاف في الطياب. ومن بعد البنات هنا بعد ما طاب لي نطفي عليه النار. شوفوا البنات هنا واش راح ندير. هنا جبت طبسي درت فيه مايونيز، حندير واحد الصلصه نديروها فوق اللحم المفروم تخرج بزاف بنينه. شوفوا البنات هنا درت مايونيز هايليك، ودوك نوريكم واش نزيد معاها. هنا درت لها ملعقه ماشي معمره طماطم مصبره البنات، وهنايا درت ملعقه بصل مقطع قطع صغيره البنات. هنا لا عندكم الكاتشب ديروا لها الكاتشب، انا ما عنديش الكاتشب درت طماطم مصبره. هذه الصلصه بزاف بنينه، استعملوها في كامل لي ساندويتش اللي ديروهم بزاف بنينه البنات. شوفوا البنات هاي ليك العجينه بعد ما خمرت هكا نديغازيها ونديرها على 2 كويرات، نديرها البنات هكذا على 2 كويرات، نزقمها هكذا ونبدا نفتح في كل كويره باسكو البنات نديروا عجينه من تحت وعجينه من الفوق. هنا جبت ورق الطبخ لازم نستعملوا هذا، حاجه ضروريه. ومن بعد نبدا نفتح فيها البنات هكذا،
فتحوها على شكل دائري هكذا البنات. هكذا البنات كما قلت لكم نفتحوها هكذا، ومن بعد نزيدو نفتحو واحدة اخرى. هذه نحطوها في الصينيه ونزيدو نفتحو واحدة اخرى. العجينه الثانيه نحطوها هكذا في الصينيه كما راهي هكا بالورق بابي كويسون، نحطوها في الصينيه. ومن بعد البنات هنايا درت هذاك اللحم المفروم، درت هكذا اللحم المفروم درتو كامل هكذا من الفوق. ومن بعد البنات نزيدو لها هذيك الصوصه اللي درناها، هذيك صوص ميزون اللي درناها البنات. صوص ميزون تقدروا تزيدوا لها الثوم مبشور، انا نحب نديرها غير بالبصل فقط. دوك نزيد ندير لها هكذا صوص ميزون من الفوق. هذه الصلصه كما قلت لكم تقدروا ديروها في كامل لي ساندويتش ديالكم، انا كامل لي ساندويتش ندير فيهم هذه الصلصه بزاف بنينه. نديروها كامل هكذا من الفوق، من بعد نزيد نرابي لها الشيدار البنات. لازم تزيدوا ترابوا لها الشيدار من الفوق، تخرج بزاف بنينه هذه الفطيره البنات. ان شاء الله تجربوها، تبعثوا لي ارائكم في التعليقات البنات، واي وصفه راكم حابين نديرها لكم في القناه بحثوا لي وراني ندير لكم واش راكم حابين البنات. نديروا هكذا كامل هذاك المبشور تاع الجبن، ومن بعد نزيد نفتح واحد اخر البنات. ديروا شويه فرينه من تحت كي تفتحوا العجينه هكذا باش كي نجو نحوها ما تلصقناش. نديروا هكذا نفتحوها كامل، ومن بعد نديروها فوق العجينه اللي فتحناها. هذا ما كان عمليه بزاف سهله. هكا راني ندير فيها، راني نديرها فوق اللي درنا فيها الحشو هكذا العجينه ثانيه. ومن بعد البنات تقموها كامل هكذا، ديروها على شكل دائري، نقطعوها هكذا، نقطعوها هذوك الزوائد كامل هكذا باش تجينا الشكل تاعها متحوف. وتوجدوا صفر حبه بيض، انا توجور البيض ندلو ملعقه قهوه عاديه مترمو، نديرها مع صفر البيض. من هاي نحي ديك الزنخه تاع البيض، ومن هاي يعطيني احمرار شباب. هكذا البنات ندير كامل هكذا من الفوق، ومن بعد زينوها باش تحبوا من الفوق. انا درت لها الجنان ودرت لها السانوج البنات هكذا. ديروا كامل هكذا من الفوق، ومن بعد دهنتها كامل العجينه. وتكونوا شعلتوا الفرن درجه حراره 180 درجه، تخلوه يسخن جوست نكملوها. نديروها طيب، ما تخلوهاش تزيد تخمر، نو ديروها ديريكت طيب هكذا. شوفوا انا درت مع الاول الدجنان، ومن بعد درت سانوج، ومن بعد عاود درت هنايا الدجنان. طريق ندير الدجنان وطريق ندير لها سانوج هكذا باش يخرجوا لي الالوان فوق الفطيره. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتكتبوا لي اراءكم في التعليقات حبيبتي الغاليات. هكذا شوفوا درت سانوج جلجنان سانوج جلجنان هكذا، ومن بعد نزيدو نديرو سانوج في الوسط. طيبوها البنات كي تشوفوها من تحت حمارت لكم، لا ما حمارت لكمش بالفوق شعلوا لها من الفوق تحمر لكم هكذا البنات. بعد ما طيبتها البنات هاي لك شوفوا كيفاش خرجت محمره ما شاء الله. وفي الاخير حبيبتي سلام.